عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله يا ربي اموركم تكون كلها بخير وعلى خير. وصلكم هاد لا فيديو ديال اليوم في اتم الصحة والسلامة، والله يدخل عليكم هاد الشهر المبارك بالصحة والسلامة وبكل ما تتمنوا في حياتكم يا ربي، ليكم وللناس العزاز عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم او نقترح عليكم الطريقة كيفاش نغسلوا الزنجلان. كما كتعرفوا في بهذه المناسبة ديال هذا الشهر الكريم او شهر رمضان الكريم، كنحتاجو الزنجلان بزاف، ويعني كيكون بواحد الكميه اللي كبيره، ماشي رابعه ولا نص كيلو، يعني بعض المرات كيمشي كناخذ حتى الكيلوات يعني كبار. المهم البنات هنايا، وكما كتعرفوا كنوليو كنخمو كيفاش غنقيو هذاك الزنجلان. اليوم ان شاء الله غنوريكم هذه هي الطريقه اللي انا بصراحه خديتها عن الوالده ديالي. هي اللي ديما من نهار عقلنا وهي ملي كتبغي توجد سلو ولا اي حاجه فيها الزنجلان كدير هاد الطريقه هذه. كما شفتوا هنايا خديت البانيو، درت فيه الزنجلان ودرت فيه الماء، وخديت واحد البانيو اخر فيه صفاي، فيه داك الصفاي او المصفات، ودرت فيه كنبقاو ننزلو كما كتشوفوا. على هاد الطريقه كناخذوا الزنجلان وكنبقاو نديروا ليه هذيك الطريقه. ضروري خاصنا نحركوها البنات باش ديك الترسبات او هذاك النقاء ينزل لينا لتحت. ضروري من هاد المرحله هذه صافي. وضروري من ناخذوا جوج بانيوات، بانيو واحد نديرو فيه الزنجلان وبانيو اخر نصفيو فيه هكا باش ما نضيعوش الماء بزاف، وفي نفس الوقت يعني اي زنجلان طاح لينا ولا شي حاجه كيبقى فيه وما نضيعوش. هنا مشيت خويت هذاك الصفاي الاول. دابا غادي نعاود ثاني. كما كتشوفوا كنبقاو غاديين بهذه المرحله هذه، وحنا كنهزوا داك الماء كنرجعوه، وكنبقاو ديما غاديين وكنحركوا في على هذه الطريقه هذه. كنكبوا هذاك الماء وفي نفس الوقت كنهبطوا داك الزنجلان معاه، وكنحركوا غير بشويه هكا باش هذاك النقاء ينزل معنا لتحت وما يطلعش معنا في الماء كما كتشوفوا. يعني كنبقاو يعني مستمرين في هذه المرحله، كنعاودوا عاوتاني نهزوا الماء، كنديروا في داك البانيو اللي فيه الزنجلان، ونمشيو عاوتاني نصفيوه كما قلت لكم على هذه الطريقه هذه. ضروري البنات ما نشدوا داك الزنجلان، هذاك البانيو، ونبقاو نحركوا فيه هكا كما قلت لكم باش هذاك النقاء ينزل معنا لتحت ويبقى لتحت كما كتشوفوا حتى ينزل تماما كما كتشوفوا. المهم راه كيبان لكم هنايا. سمحوا لي انايا كنت كنصور وما رديتش البال التليفون شويرار، داكشي علاش ما شفتش مزيان، ولكن في اللقطه الجايه ان شاء الله راه غادي يبان لكم احسن. المهم كما كتشوفوا هنايا غادي نمشي نخوي هذاك الماء. غنعاود بقاو ليا غير شي حبيبه تقلال كما كتشوفوا. غنحاول ديما ملي كنكبوا الماء كنتسناو واحد شويه حتى كينزل داكشي، عاد نبداو نكبوا في الماء ونحركوا على هاد الطريقه. كنظن ان الشرح واضح. صافي كما كتشوفوا البنات هذوك هما الترسبات اللي كيبقاو لينا او النقا. كما كتشوفوا اي حاجه، تراب، حجر، اي حاجه كيبقى لتحت وما كيهبطش معانا. صافي دابا غادا نمشي غادا نعاود عاوتاني نفس المرحله. غندير ليه غير جوج ديال الغسلات كافيين بركه. صافي دابا غادا نمشي نلوح داك الماء حتى هو راه غادا نصفيه كما كتشوفوا. صراحه البنات هاد الطريقه هذه يعني غادي تختصر لكم بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود وبزاف ديال اننا كنبقاو نخمو على شكون اللي غادي ينقي معانا، على شكون، خصوصا كانت واحد الكميه كبيره، 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو ديال الزنجلان، راه صعيبه اننا نبقاو شادين نهار كيتطلب الوقت. وكما قلت لكم يعني الزنجلان البلدي راه كيكون فيه النقاء بزاف، حيت هو اللي كان كيصلح للسلو وكيصلح للشباكيه وكيصلح لهاد المناسبه ديال هذا الشهر رمضان الكريم. صافي البنات كما كتشوفوا هنا دابا غادي نمشي نعاود عاوتاني نغسل الكميه اللي باقا عندي. صراحه البنات هاد الطريقه هذه راه غتختصر عليكم بزاف وغتعجبكم، واكيد ان شاء الله لا جربتوها راه غتولي هي المعتمده عندكم. الصراحه انا من نهار عقلت كما قلت لكم وماما هي اللي كتغسلوا بهاد الطريقه وحنا تعلمنا عليها. وتا انا صراحه كنغسلو ديما اي حاجه يعني كنبغي ندير فيها الزنجلان ولا نستعمل فيها الزنجلان. كان يعني ما عنديش ليه نبقى نخمم ليه ولا نقول ناري كما قلت لكم ما كنبقاش نخمم فيه ولا كنقول ناري شنو الجمع نقاه ولا راكم عارفين، وخصوصا كانت واحد الكميه كبيره كتطلب الوقت بزاف. المهم البنات كما كتشوفوا حتى لا مشينا خدينا داك الرومي اللي كيكون منقي راه ما زوينش البنات، ما عندو حتى شي مذاق. من الاحسن ديما خذوا في اي حاجه بغيتو ديروا فيها زنجلان خذوا الزنجلان البلدي. المهم باش تعرفوا الزنجلان البلدي راه كيكون بحال شويه حمر في اللون وكيكون فيه النقاء، اما داك كيبان لكم بحال الابيض
راه ماشي زنجلان بلدي هذاك. المهم البنات غادي نمشي عاوتاني، خديت الكميه الثانيه ودرت ليه عاوتاني نفس العمليه كما كتشوفوا. صافي خديت هذاك سميتو البانيو، وكنبقى ديما كما قلت لكم ضروري من ديك المرحله اننا نبقاو نحركوا في ايدينا هكايا من اليمين لليسار غير بشويه، بشويه يعني بالمهل باش ما يهبطش معنا داك التراب او الحجر، يعني كله خاصو ينزل يترسب لينا لتحت. المهم البنات غادي نستمر ان شاء الله حتى نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. آه، كما كتشوفوا كل شيء غنغسلو وغادا نصفيه مزيان مزيان. المهم غنستمر دابا، غادا نمشي تنكمل ديك الكميه اللي كاينه. كنمشي كل مره كنخوي داك الزنجلان اللي كنغسلو، كنمشي كنخويه في البلاصه اللي صافي. هنا كيما شفتوا غادي نستمر كيما قلت لكم، اللي ياخذ ضروري شي صفاي كبير ما يكونش كينزل، او غربال الا كان عندكم غربال ديال الثوب يكون رقيق عوينته رقاق ما كينزلش معاهم، كينزلش منهم الزنجلان، ونشدوه ونحطوا فيه داك الزنجلان اللي كنغسلوه تماما. صافي كيما كتشوفوا البنات هنايا انا غادا نكمل معكم المراحل كاملين. بغيت نوريكم الصراحه كيفاش فعلا هذاك الحجر او هذاك التراب او هذاك كلشي كينزل تحت وما كيبقاش كما كتشوفوا هنايا. صافي كما شفتوا كنبقى ديما كنستمر ندير داك سميتو، ندير هذاك الزنجلان كنهبط فيه. صافي كما تشوفوا البنات هذاك الحجر كيفاش كيكون وكيفاش كيبقى،
صراحة راه كيتغسل مزيان مزيان يعني ما كيبقى فيه حتى شي حاجة. أكيد جربوني، ما تحتاجوا لا تنقيوه من بعد، لا تقلبوه لا حتى شي حاجة. خذوها مني هذه على ضمانتي. واللي جربت هاد الطريقة وحست أن باقي فيها الحجر، إلا خاصكم تتبعوا الطريقة كيفاش كيتغسل. كيما كتشوفوا البنات هنايا راه صافي داك الحجيرات بقاو لتحت وصافي البنات. هنايا بعد ما غسلته خلته تستخضر مزيان 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 مزيان، يعني خاصو ينشف مزيان. عاد مشيت سرحته فوق واحد الزويف في الشمس هكا باش ينشف معانا. الصراحه البنات جربوا هاد الطريقه واكيد ان شاء الله غتشكروني عليها. وما تنسوش اللي شاف لا فيديو يبارطاجيه مع الناس باش يعني باش كلشي البنات يستافدوا وما يبقاوش يخموا في هكا في التنقيه ديال الزنجلان. وكنقول لكم شكرا لكم وشكرا على المتابعه، وما تنسوش الدعم ديالكم وتخليو لي جيم او كومونتير اللي عجبكم لا فيديو. وما تنسوش اللي اول مره غيشوف القناه تابونا في القناه. ومرحبا بكم والف مرحبا وشكرا لكم. بسلام عليكم، الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.